السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده دلوقتي انا رايح اوريكم مول في باتايا، اكبر مول في باتايا اسمه سنترال. عشان في ناس كانت بتقول يعني اروح اصور لهم المول اللي في باتايا. اروح اصور لكم المول دوت اسمه سنترال، موجود جنب البحر، لازق في البحر على طول. وفي اسمه ايه ده؟ في فندق اسمه اللي هو هيلتون. فخليكم معايا لما اوصل اصور لكم كل حاجة. دلوقتي انا وصلت في المركز، وطبعا عشان انا جاي بالعربية بالسيارة يعني، فركنت في الجراج، فدخلني على دور ثلاثة. دلوقتي أوريكم. بص المركز كده ده ورايا يعني. هنا دخلنا في اللي بيبيعوا الملابس. تعالوا بقى أوريكم المركز دوت كله. دلوقتي أنا عند بتاع الملابس أهو، وخارج على بره. دي براند اللي هو التمساح ده. معرفش في عند العرب فيه ولا لأ، بس هنا التلانيين، الصبيان التلانيين بيحبوا اللبس اللي هو الماركة ديت. بوريكم. بصوا. وهنا بتاع الشنط. بتاع الشنط في كذا حاجات هنا المركز دوت. بصوا كوتشيات أهو. ودي ماركة تانية برضه. في اللي هو بتاع الرياضي اللي هو اديداس هنا اهو. هنا بص بتشتروا غرف فندق في المركز هنا يعني دوت بيبيع فندق. ده مبنى جديد، وانتوا بتشتروا غرف من هنا. بصوا اهو. ده الشكل بتاعه. وده مكان تاني. في ساعات بيبيعوا بيوت كمان. هو هنا في المراكز التجارية بيبيعوا البيوت، وبيبيعوا الفندق، الغرف وكده يعني. بيبقى فيه زي اللي انا وريته لكم من شوية دوت. وبتحط فلوس عشان تشتري غرفة يعني. بتحط جزء من الفلوس وهم يودوك بقى يشوفوا الغرفة وكده، وتدفع الباقي. نجيب سكاكين بقى اللي هو مثلا بنروح في الغابة كده، زي أنا وأصحابي بنروح في الغابة ونحط تندة وننام. فطبعا بنحتاج مثلا سكاكين عشان نقطع بيها الزرع، نقطع بيها الخيط وكده. ودي ماركة تانية هي برضو. الصبيان هنا الشباب بيحبوها في تايلاند، اللي هو سي سي دبل او.
وده مركز بتاع لبس رياضي بتاع كذا شركة، يعني ده مركز جوه مركز تاني، وبيبيع اللبس هو بتاع الرياضة بس، الرياضي بس، في بتاع أديداس وبتاع لاكوست وفي كذا حاجة، نايكي برضو. خليكوا تشوفوا. بصوا، بيبيع هنا بقى، بيبيع بس عن اللبس الرياضي في كده. يعني نشوف الناحية التانية. شوف في اتش ان ام هنا. انا بحب اللبس من الماركة دي، لبسهم حلو ومش سعر مش اوفر قوي يعني. ودي ده بتاع بلاي بوي. ودي برضه شركة اسمها كوتش وشباشب، اسمها فليب فلوب. ودوت لبس اللي هو معمول بالجينز، البنطلون الجينز كده يعني، شركة ليفاي. في كده المركز دوت مركز كبير يعني، وفي كده شركة كده حاجات جاية فاتحة فيه اهو، بتاع فانز دوت بيعمل كوتش حلو. الشركة دي معروفة بالكوتش زي كده، الكوتش بتاعهم حلو. في سكتشرز كمان اهو. انا فاكر الشركة ديت في مصر منها سكتشر، بتبيع كوتش وملابس برضه. فبص من الناحية دي في بومة هناك، ده هي شركة رياضية برضو. هم بيبيعوا كوتش اللي هو السيفتي، اللي هو بيشتغل يعني ميكانيكي او كده. الكوتش دوت بيبقى ناشف يعني، لا حاجة تقع على رجليه، بيبقى فيها حديد يعني من هنا أهو. كده بيبقى فيها حديد. شركة بوما بيبيعوا ساعات، بس الساعات ديت اللي هي ملهاش شركة يعني، مفيهاش براند يعني اهو. لو الساعات اللي هي فيها براند بيبقى في المحل في الإزاز يعني. ايوه دي بصوا، انا بحب الكوتش بتاع كونفرس قوي اهو. الكوتش بتاعهم حلو قوي، بيبقى تحفة. انا عندي واحد في البيت، بصوا اهو. انا عندي واحد الشكل ده، بس اللون دوت في البيت. بصوا.
بحب الكوتشات بتاعت ايفون بس. سوق بيبيع ملابس كمان هنا، بس هو معروف بالكوتش. الشركة دي من زمان أوي الشركة دي. دوت بيبيعوا، اسمه ايه ده، بتاع اللي بتتحط في الكوتش من تحت عشان رجلك ما توجعكش وظهرك ما يوجعكش يعني. بصوا ده ممكن يعمل لك دبلة بصورته، تبعت له الصورة وهو بيعمل لك دبلة، أو بتاع لو اسمه ده فانوس. حتى ممكن يعمل لك كده في بتاعة الموبايل. دلوقتي رايح عند السلم عشان أطلع تاني دور، الدور التالت فوق.